السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام البتريل. والنهاردة ان شاء الله هنعرض الخطوة الرابعة اللي هي كرييت ريجن، وهناخد مثال عليها كده البي في تي ريجن. عرضنا في المرات اللي فاتت اولا البروبرتيز ديستريبيوشن، وعرفنا ازاي اللي احنا نستخدم الكالكوليتور ونوزع البرميابيليتي ونعدل في النت تو جروس. وبعد كده دخلنا على الويلز داتا، عرفنا ازاي اللي احنا نراجع الكومبليشن ونعمل الكومبليشن للابار وندخل البرودكشن داتا. وبعد كده دخلنا على الجريد فلترز وقلنا ليها في بوكس فلتر والريجن فلتر والبوليجون فلتر وسناب شوت فلتر، وعرفنا استخدام كل واحده وازاي نعملها. وهنستخدم البوكس فلتر ان شاء الله في الخطوه الرابعه اللي هنعرضها النهارده اللي هي كرييت ريجن. فدي كده الخطوه الرابعه ان شاء الله باذن الله في بناء الموديل، وهناخد مثال عليها زي ما قلنا البي في تي ريجن. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب أنا فتحت كده الموديل بتاعنا اللي هو الأرب موديل، وهنكريت النهاردة الريجن. إيه هي الريجن؟ هي باختصار بسيط كده هي عبارة عن جروبس، يعني اللي أنا بقسم الجريد بتاعتي أو الموديل بتاعي لجروبس. كل جروب بيتكون من عدة لاير بتشترك مع بعض في خواص معينة وبتختلف عن الجروب التاني. بمعنى احنا عندنا الموديل بتاعنا دوت، احنا عملنا فلتر في المرة اللي فاتت، جريد فلتر سمينا زون A، ده بياخد من اول لاير 1 للاير 52 كان بوكس فلتر، وزون B من اول 53 لحد اخر لاير اللي هي 128. كل زون من دي يعني زون A بيبقى ليها خواص معينة، ليها بي في تي تيبل، ليها بي في تي بروبرتيز مختلفة عن الزومبي. فبمشيئة الله لما نيجي في الفلويد موديل وهنحمل بقى التيبلز بتاعت البي في تي، فهنحمل تو تيبلز، واحدة خاصة بالزون A وواحدة خاصة بالزون B. فانا بدخل التيبلز من غير ما اعمل لهم لينك بالزونز، يعني جاست كده بمشيئة الله لما نيجي في الفلويد موديل هدخل 2 تيبلز كده في الموديل كده مرة واحدة، تيبل مثلا رقم 1 وتيبل رقم 2. فلما نيجي بقى في الجزء بتاع السيميوليشن، لما اجي اعمل سيميوليشن بحيث ان انا اوزع البي في تي تيبل دوت، فانا عاوز ابقى فاهم السيميوليتور ان البي في تي تيبل رقم 1 هو للزون A والاتنين هو للزون B. ولكن السيميوليتور مش بيستخدم الفلاتر، يعني مش هقدر ادخل الفلتر وانا بعمل رنة السيميوليشن اقول له البي في تي تيبل 1 بتاع زون A و2 بتاع زون B. طب بعمل ايه؟ بعمل الريجنز ديت. الريجنز بتبقى داخله على هيئه بروبرتي زي ما هنشوف كده، ان بيبقى مثلا الريجن بقسمها الريجن رقم 1 وريجن رقم 2. ولما نيجي في السيميوليشن هقول له البي في تي تيبل مثلا 1 بتاع ريجن 1 والبي في تي تيبل بتاع 2 بتاع ريجن رقم 2، وهنستخدم الفلاتر زي ما نشوف. فيلا بينا نكريت الريجن نشوف هتتكريت ازاي. هجيب الكالكوليتر بتاعي، وزي ما قلنا اما بجيب من الريسيرفوار انجينيرنج واجيب ال 3 دي بروبرتيز كالكوليتر، او اللي انا بقف على اي بروبرتي موجوده وادوس كليك يمين واجيب الكالكوليتر. ايه اللي هنعمله؟ اللي احنا هنعمله هنعمل ريجن خاصه بتوزيعات البي في تي. فحضرتك ممكن تسميها اي اسم انت عايزه، بس احنا هنسميها بي في تي علشان نفتكرها لما نيجي نعمل رن السيميوليشن ان البي في تي ان الريجن دي خاصه بالبي في تي. هو السيميوليشن بعد كده بياخدها بيعمل لها كيورد اسمها بي في تي نم، والبي في تي نم ديت بتبقى خاصه بالريجن بتاعه توزيعات البي في تي. لو انا برضو عندي توزيعات خاصه بالريلاتيف برميابيلتي، ان عندي مثلا تو ريجن مختلفين كل واحده ليها ريلاتيف برميابيلتي كيرف مختلف عن التاني، فليها ساتوريشن فانكشن زي ما هنشوف لما نيجي عند عند الريلاتيف برميابيلتي كيرفز يعني. فليها ساتوريشن فانكشن مختلف عن التانية، فهنعمل تو ريجن خاصة بالساتوريشن. فالسيميوليتر هسميها سات نم
على سبيل المثال، بس اللي هناخدها المرة دي البي في تي ريجن. فهنكريتها، هاجي هنا في الكالكوليتر عشان ادخل الايكويشن وادخل الاسم بتاع الريجن اللي انا هعملها، فاعملها بي في تي اندرسكور ريجن، واقول له دي بتساوي 1. طيب الواحد دي خاصة بمين؟ قبل يعني ادخل الفلتر الخاصة بالبي في تي ريجن رقم 1، فانا هعمل زون ايه اهي، واقول له استخدم الفلتر. معنى كده ان هو هيعمل دي بي في تي ريجن بتساوي 1 للزون A، وحاجة في التمبلت هنا هقول له والله اللي انا عايز اعملها، عايز اعمل ريجن، فجاست اللي انا هكليك عليها كده وافضل ادوس على حرف الار لحد ما تجيني الريجن، بحيث يفهمها هو كتمبلت ان البروبرتي اللي انا بدخلها له دي هي ريجن، وادوس انتر. فانا كده دخلت بي في تي ريجن بتساوي 1 للزون A دي. طيب والكريتت عندي اوريدي هنا، هجيبها كده واقول له بقى البي في تي ريجن بتساوي 2، بس الانهو فلتر، مش الفلتر بتاع الزون A، الفلتر بتاع الزون B اللي هو من اللاير 53 ل 128، وانا عامل كليك على اليوز فلتر اهو، وهقول له انتر. انا كده خلاص خلصت، يعني عملت 2 ريجنز، واحدة خاصة بالزون A وواحدة خاصة بالزون B. بعد ما اخلص بشيل بس العلامة بتاعت اليوز فلتر دي، عشان لما اجي افتح الكالكوليتر بعد كده وابقى عايز اعمل بروبرتي خاصة بالجريد كلها ما بيتكتفش على فلتر موجود. واقف الكالكوليتر بشوف بقى البي في تي ريجن اللي احنا عملناها اتقسمت عندي اهو 2 ريجن، واحدة خاصة بالزون A وواحدة خاصة بالزون B. أرجو بس إنها تكون واضحة عند حضراتكم. وهنغير الألوان دلوقتي. لو جينا بصينا على الليجند اللي موجود ده، هنلاقيه هو مقسم لي كده الريجن، عامل لي 10. عامل لي 10 هو باي ديفولت بيحط 10 ريجن، ويخلي الواحدة اسمها ريجن 1 والتانية ريجن 2. فدي احنا هنغير الأسامي والألوان بتاعتها دلوقتي. هقف على البي في تي ريجن كده واكليك يمين واقول له هات لي السيتنجز. من السيتنجز حضرتك ممكن تغير اي حاجة فيها، يعني لو الاسم بتاعها مش عاجبك وعايز تغيره براحتك خالص. اللي هنغيره دلوقتي الكالرز. الكالر زي ما احنا شايفين ان هو عامله جلوبال للريجن، يعني اي ريجن بعد كده حضرتك هتعملها، لو عايزين مثلا زي ما قلنا نعمل ريجن خاصة بموضوع الريلاتيف بريمابيلتي كيرفز اللي هو الساتوريشن فانكشنز، فهعمل برضو ريجنز هيعملها لي بنفس الالوان وبنفس الاسامي، لان دي تمبلت هو شغال عليها كجلوبال. لكن انا هعمل الوان خاصة بالبي في تي ريجن دي، يعني بالريجن بس الخاصة دي، فاعملها لوكال او برايفت هنا. فهو جاب لي هنا بقى، طب انت الالوان اللي انت عاوز تعملها ايه؟ انا ممكن اغير في الالوان براحتي خالص، فهخلي مثلا اللون دوت كده للريجن الاولانية، وليكن اللون الازرق ده للريجن التانية. وممكن اللي انا اعدل في الاسم ده، فهسمي مثلا دوت ريجن A، وهسمي دوت ريجن B، وهقول له ابلاي، هقول له اوكي. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو عدل لي اوريدي الاسامي والالوان الخاصه دي مش جلوبال، ولكن عدلها لي بريجن A وريجن B بالالوان اللي انا دخلتها لوكال. يبقى بالتالي لو انا جيت اعمل بعد كده اي ريجن مختلفه واستخدمت الجلوبال، هيطلع لي الشكل اللي احنا شفناه، ان هو هيحط لي 10 باي ديفولت بالالوان بتاعته. فاقدر اغير اخليها لوكال واغير الالوان بتاعتي والاسامي زي ما انا عايز لكل ريجن مختلفه. طب لو انا كنت عدلت بقى في الجلوبال خليتها ريجن A وريجن B واتنين بس، كان بعد كده في اي ريجن تانية انا هكريتها كان هيخليها لي بنفس الالوان ونفس الشكل دوت. فاحنا كده عملنا البي في تي
regions، قسمناه زي ما قلنا كده، قسمنا الجريد بتاعت التو جروبس. هو كده بقى السيميوليشن هيفهمها لما نيجي بمشيئة الله في مرحلة السيميوليشن وندخل البي في تي تيبلز تو تيبلز. هقدر اقول له بقى ان التيبل مثلا الاولاني خاص بالريجن A والتيبل التاني خاص بالريجن B، فكده يقدر السيميوليتور ان هو يفهمها وهو بيرن، ويقدر يوزع البي في تي تيبلز في كل ريجن مختلفة عن التاني. بالمناسبة ان ما ينفعش ادي الريجن قيمة زيرو، يعني ما ينفعش اجي هنا وانا بكريت الريجن مثلا اقول له ان البي في تي ريجن بتاعت الاولانية بتساوي زيرو والتانية بتساوي اتنين. لا، يعني هو بتبتدي من اول واحد. طب هل لازم ادخل دي واحد ودي اتنين؟ لا، انا ممكن اخلي بي في تي ريجن بتساوي 10، بي في تي ريجن بتساوي 20، يعني بي في تي ريجن بتساوي 2، بي في تي ريجن بتساوي 5. بس هي الفكرة كلها ان كل ريجن تاخد رقم مختلف عن التانية. انما لو انا عملت مثلا ان البي في تي ريجن التانية او كنت عامل 3 فلتر وخليت البي في تي ريجن الاولانية بتساوي واحد ودي بتساوي اتنين ودي بتساوي واحد، فبالتالي هتاخد نفس اللون او هيعتبر ان دي والتالتة اللي انا هعملها بنفس القيمة هي كأنها نفس الريجن. فلما يوزع مثلا البي في تي تيبلز هيحط التيبل الاولاني للريجن اللي فوق والريجن الاخيره اللي لو كنا عملناها يعني بالشكل اللي انا قلته دوت، والتيبل التاني للريجن اللي هتبقى في النص. دي كده الريجن، وارجو انها تكون واضحه. وبمشيئه الله احنا كده خلصنا الفيديو دوت، وقابلكم بمشيئه الله في الفيديو في الخطوه الخامسه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.